ده اسمك الحقيقي ولا اسم الدلع؟ نعم. وافي. ده اسمك الحقيقي ولا اسم الدلع؟ لا لا، اسمي الحقيقي طبعا. هو في حد هيدلع حد يقول له يا وافي؟ يعني امي سمتني وافي على اسم خالي الله يرحمه يعني. لا، ربنا يرحمنا كلنا يا وافي. ربنا يخليكي والله. ومجد ده اسم حضرتك ولا اسم الدلع؟ انا بقول اي كلام، معلش والله انا بتوتر وما بعرفش افتح مواضيع خالص، فحضرتك اتكلمي انت بقى. قلت للاستاذ بتاعك ان انا طلبت اقابلك؟ لا والله العظيم ما قلت له. ما حضرتك نبهتي عليا ان انا ما اقولوش يعني، وانا برضو استغربت شويه بصراحه. واحد زيك ذكي، نبغى في الكمبيوتر والهاكينج والاي اي، اكيد قدر يستنتج انا طلبته ليه. لا والله الحقيقه رغم الحاجات دي كلها بس انا ما قدرتش استنتج يعني، بس انا متاكد انه خير يعني ان شاء الله. خير ليك طبعا لو استخدمت ذكائك صح. انا بس حاسس ان حضرتك بتبالغي شويه في موضوع ذكائي ده يعني. انا في الاول وفي الاخر برضه حته اسيستنت يعني، وعبيط امي عارفه. بتشتغل في مكتب كحيان عند محامي على قده. هو اسمه عالي في الفترة اللي فاتت، لكن مش هيطول. فلو راهنت بقى على الحصان الكسبان مش احسن لك؟ احسن لي طبعا يعني، بس انا برضه مش فاهم الحته دي. حضرتك قصدك ان انت الحصان ده يعني؟ عجبتني قوي يا وافي حركة الطعن في الأدلة في المحكمة، زي ما بيقولوا كده حركة معلم. وساعتها اتأكدت إن لطفي عنده عقل بيهندس له المسائل. أصل أهم من الشغل إيه؟ تظبيط الشغل. الله عليك. طب ما احنا متفقين أهو. الحمد لله. وعشان كده شكيت إن الفيديوهات اللي متسربة دي أنت اللي وراها. لا والله العظيم مش انا خالص. ولا الأستاذ بتاعك؟ لا استاذ لطفي ده راجل محترم. مستعجلش في الرد يا وافي. أنا عايزة الحقيقة. احنا في حرب طبعا، وكل واحد بيستخدم الأسلحة اللي تحت إيده. أنت سلاح أنا عايزاه، ومستعدة أدفع فيه كتير قوي. والله حضرتك انا اسلحه فاسده يعني، انا ممكن اخد منك فلوس وما اعملش بيها اي حاجه ما فيدكيش يعني. عادي. طب ما انت هناك بتعمل كل حاجة وما بتاخدش ولا حاجة. ما هو برضه يعني الفلوس مش كل حاجه. ده كلام الغلابة. عمرك سمعت عن واحد غني بيقول الفلوس مش كل حاجة؟ تصدقي لا. هتيجي تقعد هنا تشتغل معايا وتقعد على مكتب، تلبس بدلة، تغير عربيتك، تتجوز، بس في الأول تقولي الفيديوهات دي اتسربت ازاي ومين اللي وراها، حتى لو كان لطفي عبود نفسه.